صباح السعادة جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. صباح القضية، جمال القضية وحلاوة القضية، القضية اللي للأسف الأهلي بيدفع ثمنها لحد النهاردة. مضايقهم قوي موضوع القضية ده، زعلهم قوي موضوع القضية ده للأسف الشديد. حولوها لحرب مش كورة. فريقين بيتنافسوا من بلد واحدة في نهائي كما أطلق عليه نهائي القرن. فاز النادي الاهلي لانه الافضل، لانه الاكثر تنظيما، لانه النادي الاهلي بس ناس كتير قوي زعلوا. يلا اللي يزعل بالسلامه. المهم ان احنا احتفلنا بفوز عظيم. في على فكره يا جماعه الكام يوم اللي فاتوا الناس يعني كانوا كل جمهور الاهلي قاعدين يكتبوا على استعداد للمباراه، وغربالو ومش عارفه مين وموسيماني ووليد سليمان غايب، وان ده اول ماتش لموسيماني في افريقيا يعني، او اول ماتش نهائي مع الاهلي لموسيماني، وكلام كتير جدا، وغياب ديانج وغياب وليد سليمان وغياب الونشي في الزمالك. ناس كتير قالت ماتش ايه الاهلي والزمالك ازاي يا جماعه؟ ده احنا عندنا بنتفرج على كاس عالم. المهم يعني ان الحقيقه جمهور الاهلي كعادته سباق عظيم كبير، مالك السوشيال ميديا. فالحمد لله يعني الناس بدات تفهم متاخر. ده في دول عربيه بتكتب ايه يا جماعه في ماتشات. فعموما يعني احنا بنتكلم في احلى ذكرى القادم. على احلى بطوله تقريبا للنادي الاهلي الفتره الاخيره كانت هي القادمه. عصام شوالي ابدع فيها تعليق، لعيبه الاهلي ابدعوا في الملعب، جماهير الاهلي ابدعوا قبل المباراه وبعد المباراه، اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. الحقيقه كانت حاجه جميله، كانت مباراه من احلى المباريات اللي الواحد فعلا استمتع بيها. حلاوتها كانت على غريمك اللي هم مصرين يحطوه قدامك او يخلوه حجمه قد حجمك، وهو قد حجمك وهو مش قد حجمك نهائيا. انما خلاص هو ده غريمك. حتى يعني احنا ممكن نقول ان هو ماشي اوكي، انتوا تعتبروه منافس حتى لو فرق بيننا وبينهم 25 سنه بطولات، بس هو فعلا هو ما حدش واخد بطولات اقرب ليك الا، مش اقرب يعني، اللي بعديك الا هم. فالقضيه يا جماعه، القضيه يعني القضيه دي خلتنا حتى لما قعدنا نقول التاسعه ولما خدنا التاسعه على حساب الزمالك، القضيه خلتنا حتى ما نعرفش نحتفل بالعشره. يعني سبحان الله، يعني من كتر ما كانت لسه صداها معانا ما عرفناش ندي العشره حقها. وزي ما قال عصام الشوالي، الاهلي خسر نهائي، خسر 2، لا يمكن يخسر الثالث، ما كانش فعلا ممكن يخسر الثالث، وكان ممكن ناخد البطوله الثالثه لولا العطار واتحاد العار والفساد ومنظومه الرياضه الاكثر فسادا تقريبا في العالم. كنا نقدر جدا 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 لولا تآمر الاتحاد المصري والعطار مع الاتحاد الافريقي مع الاتحاد المغربي. يلا مش مشكله، الحمد لله كل شيء نصيب. احنا بنحتفل بس بالقضيه دلوقتي. يا جماعه النهارده في ماتش مهم للنادي الاهلي مع المقاولين، ان شاء الله باذن الله المكسب للنادي الاهلي. انا ما اعرفش احنا بنلعب ليه ماتشات وكاس العالم المفروض شغال ومفروض الماتشات واقفه، انا ما اعرفش. في مصر ما تسالش بقى، انت تقعد تسال تشغل دماغك بقى في الكوره وتقول اصل ايه بنعمل ايه، مش مهم. المهم النهارده الماتش مهم. كل اللعيبه جاهزه مستعده. انا مش عارفه الحقيقه الدفع هيكون بالشناوي ولا ممكن في الكاس برضه هيبقى يمشي كولر بنفس النظام، يبقى شوبير او علي لطفي. الحقيقه مش عارفه، بس ان شاء الله باذن الله الكل جاهز، الكل مستعد. وحشتنا يا اهلي قوي قوي، بلا كاس عالم بلا كاس مش عارفه ايه، الاهلي عندنا بمليون كاس عالم. انا مبسوطه جدا 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 الحقيقه يعني ان انا اشوف النادي الاهلي. ده حاجه جميله جدا. كفايه علينا ان احنا النهارده باذن الله هنشوف حبيبنا النادي الاهلي بالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق باذن الله. وان شاء الله لينا لقاء بعد المباراه. اتمنى التحكيم يبقى عادل، اتمنى هي مجرد امنيه ما بتتحققش في الدوري المصري او في الرياضه المصريه، سواء في الرياضه عموما المصريه، سواء بقى كان قدم او هاندبول او باسكت او طايره. المهم يعني ان يعني انا اتمنى يا رب ان شاء الله ان يعني 30-40% ضمير كده ينزلوا على الساحه الرياضيه النهارده بس، والتحكيم يبقى عادل ان شاء الله باذن الله نكسب
نهني الاهلي، ونهني ان شاء الله اداره الاهلي، ونهني كابتن محمود الخطيب. الف سلامه يا بيبو، الف سلامه. اتمنى يا رب ان ظروفك الصحيه ما تبقاش عائق عن اداء مهامك بالشكل اللي انت شايفه. احنا كلنا في ظهرك يا بيبو، سواء كان الموضوع صحيا او اي حاجه، احنا كلنا في ظهرك يا بيبو، احنا كلنا في ظهرك. جمهور النادي الاهلي 85 مليون كلهم محمود الخطيب، كلهم معاك. ربنا معاك يا بيبو ان شاء الله. والقضيه ممكن، احنا الاهلي، انتوا مين تاني؟ عشان انا نسيت اقول، انا اسف. الاهلي فوق الجميع، احنا الاهلي، انتوا مين؟